بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم فاطمة الزهراء، اهلا بكم في فيديو جديد. النهارده هنتكلم مع بعض عن رؤية الاكل المالح. هنعرف اهم التفسيرات المتعلقة برؤية زيادة الملح في الاكل. هنعرف امتى بتكون رؤيته محمودة وامتى بتكون رؤيته غير محمودة. اولا بشكل عام لما يشوف الرأي انه الاكل زاد فيه الملح شوية او زيادة الملح في الاكل، للأسف من الرأي اللي بتدل على التعب او على بذل الرأي لجهد كبير عشان يوصل لشيء هو عايزه، او زيادة في المسؤولية للرأي. كمان زيادة الملح برضو من الرموز. لما نشوف ان الاكل مالح جدا فمن الرموز اللي بتدل على صعاب او على شوية متاعب ممكن يمر بيها الرائي. اما لما يشوف الشخص انه بيضيف ملح عادي في الطعام، فاولا من الرموز اللي بتدل على الرزق وعلى المنافع. كمان لما يشوف انه بيضيف ملح فبرضو من الرؤى اللي بتدل على تيسير في الرزق. اما لما يشوف ان الملح وهو بيضيفه زاد منه شوية، فزي ما قلنا ممكن من الرموز اللي بتدل على شوية متاعب او شوية صعوبة. لما يشوف الرجل ان هو بيتناول طعام والطعام ده كان مالح او فيه ملح كتير، فللأسف من الرؤى على اللي بتدل على إرهاق أو تعب شديد جدا في العمل، أو عدم الرغبة في العمل بشكل عام. كمان أكل الرجل ليه أكل مالح لو كان هو متزوج، فأحيانا بتدل على خلافات زوجية أو على مشاكل عائلية ممكن يمر بيها. لو كان الشخص لسه عازب ما تزوجش، فمن الرموز اللي للأسف ممكن تدل على مروره ببعض الأزمات الصحية أو صعوبة في تأمين حياته بشكل عام أو تأمين مستقبله بشكل عام. لما يشوف الرأي انه بيضيف ملح عادي للأكل فده محاولة منه لتحسين حياته وخاصة من الناحية المالية. اما لما يشوف ان الملح زاد منه او هو حط كمية كبيرة فدي مشاكل وعقبات ممكن يكون هو السبب فيها. كمان المرأة المتزوجة لما تشوف الأكل أو الطعام المالح برضو من الرؤى اللي بتدل على صبرها وعلى تحملها للمسؤولية. أما تشوف إنها بتاكل طعام مالح وهي مش قادرة إن هي تاكله أو مش قادرة تتحمله، يعني تتحمل طعمه، فأحيانا بتدل على تحملها لمسؤوليات هتكون صعبة جدا وهتكون مش قادرة إن هي تتحملها. لما تشوف ان هي بتضيف ملح عادي للطعام وشافت ان الملح معتدل، فدي من الرؤى اللي برضو بتدل على حسن تدبيرها وعلى حسن ادارتها لعائلتها. اما زيادة الملح فدي خلافات زوجية او خلافات عائلية، احيانا كمان بتدل على ازمات مالية. ممكن تكون الازمات المالية دي نتيجة تبذير او نتيجة اسراف. لما تشوف المرأة المتزوجة ان الطعام بتاعها او الاكل بتاعها شديد الملوحة وانه مالح جدا، فدي متاعب كتير جدا في حياتها للأسف هتكون مش قادرة ان هي تتحملها. كمان الفتاة العزباء لما تشوف الأكل المالح فدي برضو من الرؤى اللي بتدل على ضغوط نفسية هي هتعاني منها. أحيانا كمان بتدل على مصاعب في العمل أو مصاعب في الرزق أو في حياتها بشكل عام. كمان احيانا رؤية الملح الزيادة احيانا بيكون رسالة ليها ان هي تتجنب العجلة وان هي ما تكونش عندها تسرع في امورها، وان هي عليها ان هي تتحمل او تلتزم بالصبر على بعض المتاعب.
كمان الفتاة العزباء لما تشوف ان هي بتقدم الطعام لشخص تاني والطعام ده مالح، فمعنى كده ان هي في شخص هيشاركها في المشاكل او هيشاركها في المسؤوليات. لما تشوف انها بتاكل الاكل المالح ده مع شخص تاني، فمعنى كده ان في شخص هيشاركها الهموم وهيشاركها التعب. لما تشوف انها قدمت الطعام ده للشخص وهو رفض ان هو ياكله، فمعنى كده ان في شخص هي هتكون يعني هيتقدم لها، ولكن هي هترفض الزواج منه بسبب ضعف حالته المالية، او يعني انه هو شوية شخص فقير. كمان المرأة المطلقة لما تشوف ان في اكل مالح جدا وبتاكله، فدي متاعب وصعاب هتواجهها يمكن بعد الطلاق، خصوصا المشاكل دي هتكون في الغالب هتكون خاصة بالرزق وخاصة بأمور مادية. لما نشوف ان هي بتقدم الطعام المالح ده لشخص تاني، فمعنى كده ان في شخص هيشاركها الهموم وهيشاركها المتاعب. كمان المرأة الحامل لما تشوف الأكل أو الطعام المالح، فدي متاعب وصعاب نتيجة الحمل، فعليها ان هي تصبر. كمان لما تشوف ان هي بتطبخ وحطت الملح زيادة في الطعام، فمعنى كده ان هي هتتحمل مسؤولية زيادة عن مسؤوليتها، انها هتتحمل مسؤولية جديدة. لما يشوف الرأي بشكل عام انه بيرش ملح على الطعام، رؤية رش الملح على الطعام فده خير وبركة، بشرط انه يكون الطعام ده او الملح ده معتدل. اما لما يشوف ان هو رش ملح كمية كبيرة وكان الطعام ده بقى مالح، فدي مشاكل هيكون هو السبب فيها او مشاكل هو هيسببها لنفسه، فعليه ان هو يحذر. لما يشوف ان هو بيرش الملح على طعام شخص تاني، فمعنى كده ان الشخص ده هيقابل عقبات وهيقابل صعاب كتير جدا في حياته. كمان لما يشوف الراعي انه بياكل الطعام المملح او الاسماك المملحة، رؤية انه بياكل اسماك مملحة، فده رزق ورزق يمكن شوية مؤجل. كمان اكل الاسماك المملحة فده مال هو كان بيدخره، هيخرجه وهيصرفه كله. كمان اللحم المملح زي مثلا البسطرمة او خلافه، فدي اموال محفوظة او اموال مخبأة او اموال مدخرة الرائي بيدخرها. ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية اكل الطعام المالح او رش الملح. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبولي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.